النهارده عملت السينابون بأقل إمكانيات تقدري تعمليه. حاجتك في بيتك تقدري تعملي كل حاجة لولادك بطريقة حلوة وسهلة وبالصوص الأبيض. طريقة جميلة جميلة جدا، ما تعقديش نفسك واعملي حاجتك في بيتك. ولو عجبكم الفيديو ده والطريقة دي ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نقول بسم الله. صباح الخير، صباح الخير على احلى متابعين. النهارده هنعمل السينابون. مكوناته بسيطه، حاجتك في بيتك تقدري تعمليها. وهنا عباره عن نص كيلو دقيق. هو هنا شايله انا دقيق زياده جنبي، ممكن اخده او لا. 3 كوبايات ونص يعني نص كيلو. بيكنج باودر هنا عليهم ذره ملح. الملح برضو ما تعرضهاش جنب الخميره ولا جنب البيكنج باودر. هناخد هنا نص معلقه صغيره بيكنج باودر اهي كده هنا. خلاص كده نركن بقى البيكنج باودر. نيجي بقى نشوف ايه اللي هنعمله هنا بالنسبه للخميره. تمام، هنسمي الله كده بقى ونقول بسم الله. وتعالى اقول لكم هنعمل الخميره ازاي. خميره باكو خميره او معلقه كبيره، حطيها في بوله كده. خلاص، ايه تاني؟ معلقتين او 3 سكر، معلقتين او 3 سكر اهو. لما حطيتي خميره لازم سكر برا. انا حطيت معلقتين وشويه. اللبن لازم يكون دافي او ميه دافيه او اي حاجه هتحطيها لازم يكون دافي. خلاص كده هنزل اللبن عباره عن كوبايه، يعني اكتر من نص كوبايه، يعني نص كوبايه ومعلقه او معلقتين. بسم الله. اللي بيها بقى كويس جدا. انا بحب دايما احط دقيق على الخميره، بتبقى العجينه هشه وجميله جدا. بس النهارده مش هحط بقى عشان هقول لكم هعمل ايه بعد كده. ادوب الخميره وارجع لكم تاني اوريها لكم واحطها في مكان دافي. خلاص كده الخميره بدات تخمر. خلاص، اللي هعمله بسم الله هننزل نص كوبايه سمنه. نص كوبايه تكون سايحه، تكون سايحه دي، عشان اكتر من نص كوبايه هنزل بيضه. بسم الله. فانيليا، معلقه خل، معلقه خل. هقلبها بقى كويس قوي عشان انزلها على الدقيق. خلاص كده قلبتها كويس، هنزلها على الدقيق. اسمي الله وانزلها على الدقيق واعجنها بقى كويس جدا. وهوريها لكم ازاي العجينه بتاعتها بتبقى ملمسها ايه ازاي. طبعا اكيد هتاخد تاني كوز ميه او لبن. انا افضل احط ميه عشان ما يبقاش لبن بس، عشان عايزينها تبقى برضو فيها عرق. خلاص انا هعجنها بقى على ايديا واوريها لكم. بصوا يا جماعه، العجينه اهي عايزاها تبقى طريه خالص اهي. واحط عليها السمنه اللي فاضله من النص كوبايه وتكون سايحه وتتلم بقى العجينه كده. برضو ايه هحط الحبه التانيين بعد ما لمها واوريها لكم في الاخر العجينه شكلها ايه. بس يا جماعه خلاص كده اهي ملمسها حلو جدا، جميله طريه خالص. اللي هعمله بقى هظبطها كده واحطها بقى ايه هنا، واسيبها واغطيها واحطها في مكان دافي ونعمل بقى الصوص. قالوا بقى نشوف مع بعض الصوص بتاع السينابون بيتعمل ازاي. بصوا هنا نص كوبايه كريم لبن بودر، ونص كوبايه سكر المفروض بيكون ناعم. انا ما عنديش ناعم. طب انا هعمل ايه؟ مش فاضيه اطحنه. انا هعمل ايه؟ هنزله في الخلاط كده. بسم الله. وربع كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه هنزلها عليه وانا
بدل ما انعمه بقى اضربه ابوشه شويه. وبعدين جبنه كيري او جبنه مثلث، اي نوع اي نوع، معلقه سمنه، معلقه كريم جانتيه، دي اختياري، دي من عندي عشان بتدي طعم حلو، وجربوها هتلاقوها حلوه جدا. هضرب ده وانعمها وابوش السكر وارجع لكم تاني. انا ضربته نعمته اهو شويه يبوش. هنزل اللبن البودر اللي هو نص كوبايه، يبقى نص كوبايه سكر، نص كوبايه لبن بودر، ربع كوبايه ميه. ادي السمنه، معلقه سمنه كده انزلها، او زبده لو حسب اللي عندك. انا ما بقولك ما بعقدش المواضيع، اي حاجه هتطلع معاكي النتيجه هي واحده. خلاص كده هنحط ننزل هنا الكريم الشانتيه معلقه تاني، الجبنه المثلثات. خلاص كده ممكن تحطي فانيليا تديها طعم كويس. هحط لها فانيليا واضربها وارجع لكم تاني اوريها لكم. انا خلاص كده ضربت اهو. بس الجمال هيبقى حلو ما شاء الله. انا دقته طعمه تحفه بصراحه، الكريمه بتخليها حلو جدا. خلاص بصوا الكثافه بتاعته اهو، كل ما بيقعد كمان بيتخن اهو. بصوا حلوه جدا 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 بصراحه. خلاص نبدا نعمل بقى الصوص التاني. العجينه بسم الله ما شاء الله، بس الجمال، بس بس الجمال. شيل منها الهواء، نزلها بقى كده. هقسمها 2 يا جماعه، اقسمها 2. خلاص كده قطعها على 2. بسم الله. اهو كده تانية عشان افردها. هنا بقى سكر، قرفة، سكر غامق او ما عندك، او سكر عادي. عايزه تعمليها بسكر غامق وما عندكيش، ممكن تحطي عليها بدل السكر عسل اسود، بتبقى حلوه قوي. هنا معلقه كاكاو تديها طعم كمان حلو كده. خلاص كده نقلبها ببعض. ده الحشو والسمنه، هوريلكوا بقى ازاي. خلاص كده نفرد بقى العجينه. هنا بقى بفرد العجينه بالطول، طول كده كمان، ما بعملهاش مدوره، انا عايزاها مربعه. خلاص كده اخلصها واوريها لكم ازاي. انا بحط عليها سمنه اهو كده الطريقه دي. خلاص كده امسك العجينه دي اطبقها كده عشان ترتاح. احط بقى عليها السكر والقرفه، ارصها بقى كويس بقى جدا. هظبطه برضو واوريه لكم هعمل فيه عشان اخليه يمسك في بعضه. بعملها بالنشابه اللي هي الجرايه دي. بصوا اللي بقى بعمله بقى. انا بقى مش هلفها دي هلفها لور. دي بقى هقطعها كده، هشوف كل مسافة 4 كده و4 هنا، واوصلهم بقى ببعض كده بالراحة كده عشان ما تجريش منك. و4 كده و4 كده، 4 و4. تمام اهو نظريا كده. خلاص كده اهي
بمسك بقى الف ايه كل واحده كده لوحديها، ودي كمان كده. خلاص اوريها لكم بقى. بصوا يا جماعه اهي، اجيب الطرف الاخر ده من تحت كده، من تحت كده، واعملها كده وابططها شويه، ادخل دي كده جوه وابططها. تمام. اجيب برضو ايه الطرف الاخراني اهو كده، وابططها كده شويه اهو. كمان مره تانية بجيب الطرف عليها كده واقفلها كده من الجناب، وانزل البوزه اللي طالعه دي ادخلها كده شويه. خلاص اهي بالطريقه دي. واجيب الصينيه واوريها لكم. بصوا هعمل بقى التانيين في حاجه تانية، وده هغطيه بقى ويخمر بقى. تمام. حطيتهم بس فين هنا في العلب بتوع الكب كيك اهو. تفسيها كده وتفسي دي كده كده كده. خلاص يخمروا بقى، واولع الفرن واسويهم وتشوفوهم بقى في الاخر. بس كده بعد ما خمر هدخلها الفرن. بصوا الجمال، اتضاعفت 2. فهدخلها الفرن، انا مولعه الفرن وادخلها عشان ما تفكش. لو هتقعد اكتر من كده تفك من بعض يعني. هو طلع كده من الفرن والتاني في الفرن وهو سخن، هتحطي عليه الصوص بالطريقه دي كده. بس انا خايفه من البايركس، بس ان البايركس من النوع الحلو ان شاء الله، وهو سخن بقى بيشرب كل الصوص اللي انت بتحطيه. الطريقه دي كده. كان عندي صوص بتاع الكريم كراميل، هروح ازوق بيه. انا ما قدرتش اعمل الصوص الكراميل اللي انا بتاعه اللي على البوتاجاز، ما فاضتش، وقلت احط بقى. بس على قد ما تقدري حطي منها، بتشرب كل ده بتشرب. خلاص كده. ده كيس الكريم الكراميل عندي زيادة كده، زوقي بيه. خلاص كده. خلص لما يطلع التاني برضو هوريهولكم تاني كمان، عشان في القوالب بتاعة الكب كيك جميل جدا. دي اللي في القوالب بتاعة الكب كيك اهو طلعت، بس جميلة قوي قوي. التانية بص نشف فيها الصوص خلاص، يعني جمد فيها كده. كل ما بتديها صوص بتشربه. خلاص كده. نزوقها برضو بصوص الكراميل. يا جماعة بعد ما بيبرد شوية، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. نسلق بالسكينة هنا. بصوا ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ تحفة 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 يا تحفة يعني بصراحة. بصوا الجمال. شايفين الحشو جوه ثابت، حلوة قوي قوي قوي. انا بسطت لكم الطريقة ازاي عشان تعملوها ما تقلقوش منها، بطريقة سهلة واقل امكانياتك في البيت. بدل ما تحطي زبدة حطي سمنة، عايزة تعمليها بزيت اعمليها بزيت. كل حاجة بتنفع، مفيش حاجة مستحيل. رأيكم في الجمال ده؟ أتمنى يكون عجبكم الفيديو ده، ولو عجبكم ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.